اهلا بيكم في خلطة زوزة. النهاردة هنعمل الستريبس الكريسبي بتاع المطاعم بطريقة اوفر وانضف واطعم. يلا بينا نشوف الطريقة مع طبق السلطة المفضل بالنسبة لي اللي مفيش منه اتنين عندي انا وبس. بينا نشوف طريقة الستريبس اللي احنا هنعمله في البيت بطريقة المطاعم اياها اللي احنا بنجري عليها. اول حاجه هنشتغل بالتوابل. التوابل معايا معلقه توم باودر، بصل باودر، طرف المعلقه شطه، معلقه بابريكا، طرف المعلقه قرفه، معلقه فلفل اسود، ولو عندك فلفل ابيض يا ريت، معلقه كاري، طرف المعلقه كمون. ماشي، دي كل التوابل اللي انا هشتغل بيها. عندنا اول حاجه هنعملها عشان نركنها على جنب حوالي 10 دقايق على بال ما نقطع نص كيلو البانيه اللي عندي كوباية لبن هنزل بيها هنا، وهنزل عليها بمعلقتين 3 خل وليمونة. هعصر ليمونة، وبعد ما اعملها هركنها طبعا حوالي على بال ما انا اقطع بس الستريبس اهو كده. هنركنه هنا جنب التوابل. ادي نص كيلو البانيه هنقطعه ستريبس كده. هنقطع الستريبس صوابع. انا كان المفروض ان انا دايما بجيب اللي هو الصدور مخليه، بس الصراحه نص الكيلو ده انا كنت جايباه على اساس بانيه. قطعيها صوابع وسط، بصي كده اهو. شايفه؟ لو عايزه تعرضي براحتك، بس انا هقطعها كده. بالنسبه لي ده تقطيع كويس مناسب. طبعا انتي هتكوني غسلاه كويس خالص في محلول ملح وخل وليمون وسكر لمده 10 دقايق او ربع ساعه. ما تزوديش عن كده عشان ما يشربش معاكي ميه. انا خلاص قطعت اهو كل الكميه، قطعتها كده صوابع. هشوف اللبن. بصوا اللبن اهو بقي رايب، انا عايزاه كده. اللبن خلاص بقي رايب اهو. كل التوابل دي هقلبها في بعض. هجيب معلقه غير دي. هقلب كل التوابل في بعض، وهستخدم نصها على اللبن ده. ما حطيتش ملح انا لسه اهو، عشان ايه ما اقعدش اضايق نفسي وانا بعمل. فقلبيهم كده في بعض. استخدمي نص الكمية. قلبي. شايفه؟ انا مش هحط بيض، ماشي. هنزل كده بحبه منهم، حبه صغيرين، وهسندهم هنا. وادي الستريبس اللي انا قطعته. هحط معلقه ملح، يعني عليهم حبه كمان عشان انا نسيت احط ملح. وهنقلب كده. بصي نخليها تشرب في التتبيله براحتك بقى. عايزه تركنيها ساعه ساعتين ليله كامله، كل ما تتركن اطول طبعا كل ما يكون احلى. انا ده بالنسبه لي خلاص. دي التتبيله بتاعه الستريبس. وهعمل معاكم بعد ما اركنها كده. انا هركنها حوالي ساعه ساعتين،
وهعمل معاكم الكفر. هنعمل كده تتبيله الكفر. اهم حاجه تتبيله الكفر. انا معايا حوالي كوبايه ونص دقيق، هنزل عليهم بمعلقتين نشا. فاكرين نص التوابل؟ حطيت عليهم معلقه ملح، هنزل عليها كده. وهنزل بواحده مرقه فوريه. المرقه بتعلي التست بتاع الاستريبس قوي. لو ما عندكيش حطي فيجيتار، بس المرقه احلى. وهنزل، بصي انا يعني اهم حاجه اللي عشان يزود الطراوه بتاعته معلقه بيكنج باودر. ماشي. وهقولك على سر عشان الريحه بتاعته تبقى احلى واحلى، واحده فانيليا. هتستغربي بس اعمليها، لان الطريقه دي متجابه من المطاعم الكبيره قوي. يعني الاستريبس ليه كذا طريقه، في السهل وفي اللي هي الخطوات بتاعه المطاعم الكبيره. فانا اول فيديو ليا عن الاستريبس عاملاه بالخطوات بتاعه المطاعم الكبيره. هتقلبي كده كويس. كده عملنا تتبيله الكفر، او عملنا الكفر تبلناه حلو. وهنبدا بقى نعمل الخطوه الثالثه، التكه اللي هي محدش هيقولك عليها غيري. بصي بقى يا ست الكل، الخطوه الثالثه نص لتر ميه ساقعه كده، عليهم شويه اللبن اللي احنا كنا شايلينهم في الكوبايه هنا. وهنحط عليهم بيضايه. انا ما حطيتش هنا بيض في اول خطوه. البيضه بقى هحطها هنا كده. هضربها كده. دي الخطوه اللي هتخلي الاستريبس بتاعك هيروح في حته ثانيه. اخدنا الاستريبس من التتبيله الاولانيه. بقلب كده في الكفر في الدقيق، ما تستعجليش عليه كده. كذا واحده عشان اعملهم مره واحده. بحطهم في الميه الساقعه اللي انا حاطه فيها بيضه، وبشيلهم بسرعه. بنزل بيهم كده. هنقلب بالراحه 5-6 مرات. هتقلبيه عشان ياخد الكفر كويس. تنفضي كده. شايفه التعريجه؟ شايفه التعريجه؟ رصي هنا كده. زي ما قلت لكم لما بكون مش مستعجله بعمل الطريقه دي. اهو انا مش بضغط عليه. التعريجه بتيجي لوحدها اهي. بصي ادي التعريجه اللي انا عايزاها اهي، شايفاها؟ انا كده عملت كام واحده. هحط بقى في الطاسه درجه حراره الزيت غزير طبعا، يعني 150. ما تخلوش يسخن قوي، على نار متوسطه. هنزل كده. ما تخليهمش يلزقوا في بعض. الاستريبس ما بياخدش اكتر من 5-6 دقايق بالكتير، وهتلاقيه ظبط معاكي اللون والسوا. ممكن احط واحده
صغيره كده. بصي اهو بدأ ياخد اللون. انا عملت معاه رز بالكاري، وعملت معاه طبق سلطه من اللي احنا بنحبها الطريقه اللي انا بحبها يعني بيها، اللي هي فرمها في الكبه فرمه ونص كده، عشان اجبر بناتي انهم ياكلوا سلطه يعني، غير كده ما بياكلوش السلطه. على كل ناحيه 3 دقايق بالكتير، هو ما بياخدش سوا كتير. خلاص اللون بتاعه بصي شايفه، ادي اللون بتاعه اللي انا عايزاه، ادي اللون اهو، بسم الله ما شاء الله. هنزل كده يعني هحطه على الشبكه، مش هنزل على مناديل، مقرمش. حطيه على شبكه عندك عشان ما يعرقش ويشرب من الزيت تاني. هحط بقى تاني طاسه، بسم الله. اهو زي ما قلنا مش عايزين نضيق. حط واحده وبس. بسم الله ما شاء الله، دي الكميه اللي طلعت بعد النص كيلو. اللهم بارك. بصوا مقرمش مقرمش، احلى ستريبس ممكن تاكليه من ايدك، واحلى كمان من المطاعم. اهو التعريجه، الله اكبر الله اكبر اهو. بصوا اهي. وبكده يا ست الكل هنكون وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنسيش الاشتراك، تفعيل الجرس، واللايك الحلو من ايدك عشان يوصل لك كل جديد. بصي بسم الله ما شاء الله، شايفه من جوه مستوي طري، مش مستحمل. الله اكبر. هندوق كده الاستريبس مع الرز الكاري. بسم الله ما شاء الله، الرز بالكاري قصدي اهو. اللهم بارك اللهم بارك، مع احلى طبق سلطه. بصي اللهم بارك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.